السلام عليكم. جينا نحضروا لهذا المؤتمر اللي نتعقدوه على حساب التجمع الوطني للاحرار. وملي حضرنا مشاو جابونا وجينا واستدعونا وقلنا حنا غاديين نجيو نحضروا لهذا المؤتمر لانه قال لك مؤتمر لصالح الوطن والمواطن. ملي جينا دخلنا للقاعه بقينا جالسين شويه تناض الصداع، وحنا دابا خرجنا ما بقينا عرفنا اش كاين. حنا دابا خرجنا هادشي كي جالس هنا واقفين بحال ما قضينا حتى شي غرض، ما عرفناهم علاش نايض هذا الصداع. ناض الصداع لداخل في القاعه وحنا نخرج نحضر الاسم ديالها. دخلت السيده داروا بها تجمعوا عليها الشباب والرجال وداخل ناض الصداع وحنا نخرجوا خفنا على روسنا. كاملين متخاذلين، كاملين ياتي في خلافات بالوحده والتضامن اللي بغيناه يكون خرجنا من هذه القاعه وعطينا المواطنين خيارهم تفضلوا مشاو هون باش يكونوا بلطجيه. لذا نتبرأ مما حدث في هذه القاعه والكل يتحمل. كان عندنا توافق حسب ما سمعنا، ولكن يظهر ان التوافق يعني مسؤولين على التوافق ونستدعي منهم الخطاب. المجموعة الأخرى جابت مجموعة من الأحزاب الأخرى، نتفاجأ بوشوش جديدة لا علاقة لها بحزب الاستقلال، نتفاجأ بمجموعة من الشباب البلطجي اللي ما يعرف يتكلم، يعرف أن لا يخبط ويدقدق وينفخ. لذا نحن ندور الحزب ينعقد في ظروف ملائمة في ظروف الأمان، ولذا نطالب بعقد إلغاء هذه المؤتمرات اليوم واقتصارها على الناس اللي عندها الصفة فقط. اللي عنده الصفة يحضر واللي ما عنده الصفة يمرض. ما هذا هو اللي طالبين، ورانا متبرين من دي الناس اللي بغات تتشود ومتبرين من دي البلطجية اللي راهم جايبينها الناس أعداء الخطاب عارفين رؤوسهم وجابوا دي البلطجية وكونوها من مجموعة من الشباب، شي سكران وشي ما عنده العقال وشي يبقى شي العلايات وشي يلبخ. احنا رانا نابين هذا العنف ولا راضيين به ولا قابلينه ونتبرى من هذا النوع من الناس.